بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الحلوين، ايه رأيكم بقى في العظمة دي؟ كل سنة وانتم طيبين وبخير. هنعمل مع بعض الفراخ المحشية بقى الجميلة بطريقة بسيطة جدا يا حبايبي. بصوا بقى على العظمة والجمال. بصوا الحشوة جوه الفرخة مخرجتش، بجد تحفة. وهنعمل بقى شوية ملوخية بقى. بصوا بقى الجمال والملوخية وجمالها. بصوا بقى العظمة، بصوا بقى العرق بتاع الملوخية بجد تحفة. يلا بينا بقى ندخل الفيديو ونشوف هنعمل العظمة دي ازاي. هستنى بقى تعليقاتكم الجميلة على الفيديو. يلا بينا. ومعانا هنا التتبيلة، معانا طماطمية وبصلاية، ومعانا معلقتين خل، ومعانا بقى التوابل بتاعتنا: فلفل اسود، 7 بهارات، جوز الطيب، ملح، بهارات فراخ، بابريكا. بس كده. يلا بقى على الكبة. ومعانا كاتشب. وهنيجي في الكبة كده هننزل بقى بالبصلاية وطماطمية، ومعانا التوابل بتاعتنا: فلفل اسود، 7 بهارات، بهارات فراخ، بابريكا، وجوز الطيب، وملح. والبهارات دي بتبقى لايقة جدا على تتبيلة الفراخ يا حبايبي. ومعانا هنا معلقتين خل، وده هيساعدنا في تسوية بقى الفراخ بتاعتنا وفي التتبيلة، وبتدينا مزازة كده حلوة وطعم جميل. وهننزل كده معانا معلقتين كاتشب، ودول اختياري، بس برضو الكاتشب بيدينا طعم حلو في التتبيلة اوي. لو مش موجودين مفيش مشكلة عادي، خليكوا على التتبيلة الأساسية بس كده. وهنضرب الكلام الجميل ده كله في الكبة. تتبيلة بيوري نعناع. خلاص التتبيلة بتاعتنا بقت جاهزة معانا، ريحتها جميلة جدا، والتوابل ريحتها حلوة قوي، بهارات الفراخ. وهننزل بالتتبيلة بتاعتنا كده ببولة. انا بحب اعملها ناعمة بيوري خالص عشان ما تتحرقش معايا وانا بسوي الفرخة. معانا الفرخة بتاعتنا غسلنا كويس، وهنعمل لها بقى التفتيحات كده تحت الجلد كده يا حبايبي عشان ندخل فيها التتبيله. اهم حاجه الفتحات دي عشان الفرخه تكون متبله معانا حلوه وتبقى شاربه من التتبيله. هنبتدي بقى نوزع بقى التتبيله الجميله بتاعتنا دي كده، وندلك الفرخه كده، نعمل لها مساج. وفي الفتحات اللي احنا عاملينها دي هنحاول برضو ندخل بقى التتبيله في كل حته عشان تبقى شاربه بقى من التتبيله الجميله دي، وتاكلوا بقى احلى فراخ مشويه بالطريقه دي. بجد جميلة قوي قوي يا حبايبي. وطريقة التسوية بتاعتي انتوا عارفين، انا عملت كذا فيديو بسويها في الطاجن الفخار، بتطلع بجد عظمة. جربوا الطريقة بتاعتي هتعجبكم جدا. لو ما عندكوش الطاجن الفخار ممكن في كيس حراري، ممكن في صينية وتغطوها بورق فويل. بس كده هتبلها كويس جدا، وهسيبها شوية ونحشي. هننزل كده بالبصلاية بقى الحشوة اللي هنعمل بيها نحشي بيها الفرخة. حابين تحشوها رز براحتكم، حابين تحشوها فريك زي ما انا هحشيها كده، زي ما انتوا عايزين. هنحمر البصلايه لغايه ما تاخد معانا لون. اول ما البصلايه تصفر وتدخل على الحمار هنزل كده بالفريك. كوبايه فريك هكون نقعاها لمده نص ساعه في ميه سخنه. بس كده هنبتدي نشوح فيه كده اكننا بنعمل رز بالظبط. هننزل عليه كده فلفل اسود وملح، بس كده. محتاجين بقى نضيف له اي اضافات تانية غير الملح وفلفل اسود، لان الفريك هيشرب بقى من تتبيله الفرخه الجميله اللي احنا عاملينها. بصوا بقى مفلفل ازاي، اول ما تحسيه مقرفش كده زي الرز ننزل عليه كده على طول بالميه السخنه. هننزل عليه بالميه السخنه، ومش هنكتر الميه، شويه بشويه، مش عايزين نزود له الميه عشان يعجن. هنقلب فيه اول ما نحس ان هو دخل في التسويه كده، هنستكفى بالمرحله دي. وكده الفريك بتاعنا بصوا استوى 3/4 تسويه. بس كده هيكمل بقى تسويته في بصوا مفلفل ازاي، هيكمل بقى التسويه في الفرخه. بس كده يلا بينا بقى نحشي الفرخه. ويلا بينا بقى نحشي الفرخه بتاعتنا الجميله.
بصوا فرخة ما شاء الله كبيرة وهتستوي معانا، هتبقى بمنتهى الجمال. بصوا بقى الفريك مفلفل ازاي، من الاكلات الجميله اللي بتشرفكم في العزايم، خصوصا في رمضان في العزايم بتبقى جميله جدا. الفرخه المشويه دي حبايبي جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. واللي وصل هنا بقى ما ينساش بقى اللايك يا حلوين. وكده خلاص يا حبايبي حشينا الفرخه، يعني مش هنزود في الحشو قوي عشان ما تتفتحش معانا. في ناس بقى بتخيطها وفي ناس بتقفلها بالخله، انا بقفلها بالخله كده، بس بسيب مسافه شويه عشان الفرخه ما تتفتحش معانا، وبالخله كده بقفلها تطلع معايا زي الفل. كده يا حبايبي خلاص قفلت الفرخة من الجوانب، بدخلها بقى في الطاجن، بتقعد معايا كيلو بياخد ساعة بالظبط. ومعانا بقى شوربة الملوخية الحلوة بتاعتنا، هننزل بقى بايه، بسنة سكر بسيطة كده، وهننزل بقى بايه، بشوية كزبرة ناشفين. ودي بقى تكة حلوة بقى من اسرار الملوخية يا حبايبي. وسنة توم بسيطة نية، حاجة بسيطة بس، ونقلب بقى الجمال ده كله. هي خطوات بسيطة بس الملوخية هتطلع معاكم ناجحة جدا. هنقلب كده ونسيب بقى الشوربة تغلي معانا. ننزل بقى بالملوخية بتاعتنا كده، اول ما الشوربة تبتدي تغلي هننزل على طول بالملوخية. واحسن حاجة ما تخرطوش بقى الملوخية ناعمة قوي، لو عايزين فيها عرق كده تسيبوا فيها حتة صغيرة. التكة دي مهمة جدا لو بتحبوا الملوخية ليها عرق. بصوا هندوبها كويس، لو احتاجت شوربة هنديها. انا مش عايزة اعملها خفيفة قوي، انا هعملها هنا متوسطة. هزودها شوية شوربة كمان ان كده تقيلة معايا. كده خلاص الملوخية فكت معانا، هنهدي بقى النار خالص، مش عايزين نغليها. بس كده بصوا قوامها ما شاء الله، مش تقيلة قوي ومش خفيفة قوي. بس كده يلا نعمل بقى الطشة بتاعتنا. معانا معلقتين سمنة بلدي بقى، والملوخية طبعا بتحب السمنة البلدي. هنسيحهم كده كويس وننزل بقى بالتومة بتاعتنا. وهننزل بقى بالتومة بتاعتنا كده، نبتدي بقى نديها بقى اللون الجميل. اهم حاجة بقى التومة تكون كتيرة عشان الملوخية بتحب التوم. اول ما التومه تبتدي تصفر تاخد معانا لون، هننزل بقى بالكزبره. هننزل بقى بمعلقه كزبره كده كبيره. كزبره طبعا في الملوخيه بقى بتدينا بقى ريحه اهم حاجه بقى ناخد اللون الجلد الحلو بس. شايفين بقى اللون الجميل ده، مش هنزود عن كده. الله بقى على الجمال، وريحه السمنه البلدي بقى ما اقولكوش على الجمال. بس كده تمام. يلا بقى ننزل بالطشه بقى. مين فينا بقى ما بيحبش يسمع الصوت الجميل ده؟ الله بقى على العظمه. الريحة بقى اللي مش جعان بقى تفتح نفسه بجد، تحفة. وكده الملوخية خلاص بقت جاهزة معانا. بقى العظمة، الفرخة خرجت من الفرن. بصوا بقى لونها وجمالها بجد بتتحدث عن نفسها. هنحط بقى ورقة فويل كده عشان نحط الفحمة وناخد بقى طعم الشوي الجميل. يلا بينا بقى نحط الفحمة بتاعتنا بعد ما ولعت، ونطفيها بقى بشوية زيت. ننزل عليها بقى بمعلقة زيت كده. بصوا بقى الريحة بقى، وشموا بقى احلى فراخ مشوية. الله بقى على الجمال. بس كده هنغطيها عشان ما ناخد طعم الشوي تاني، ونشوفها مع بعض. كده يا حبايبي بعد ما عملنا الفرخة المشوية الجميلة بتاعتنا، بصوا بقى الجمال والعظمة. الله بقى على الجمال بجد تحفة. لو عجبكم بقى الفيديو يا حبايبي ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.